المشكلة فينا احنا كشباب دلوقتي اننا بنضيع وقت كبير جدا في حاجات ملهاش اي لازمة، ومش عارفين نعرف احنا بنضيع وقتنا في ايه. لازم تقعد مع نفسك لمدة 10 دقايق بالكتير او ربع ساعة وتحلل يومك بيكون ماشي ازاي. انت اول ما بتصحى بتعمل ايه؟ تمسك التليفون ولا تقوم على طول؟ ولا روتينك اليومي بتاعك بيبقى ماشي ازاي؟ لما تبقى عندك الوعي ده تبقى مدرك انك تقدر تتغير. المشكلة فينا احنا عندنا اهداف وطموحات عارفين نطلعها، مش عارفين ننجزها. لما تيجي تتكلم مع اي حد تقول له عندي انجازات، عايز ابقى كذا، عايز ابقى كذا، عايز ابقى كذا، بس لما نيجي اصعب حته الوقت العملي مش بنيجي نعملها. ودي اصعب حاجه، دي مشكلتنا احنا. بيحس ان لو الواحد مدرك ان هو بيضيع وقته فين هيعرف ينجز ويحقق احلامه اللي هو بيسعى ليها. لو احنا قعدنا على سبيل المثال دي ولا اثبات علمي ولا كلام اي حد، ده من واقع التجربه بتاعتي انا اللي انا بشوفه الصراحه قدام الناس. مش فارق معايا حاجات علميه دلوقتي، انا مش بقول لك كلام علمي، ان احنا نسبه 95% منا مدمنين بشكل اساسي على اي حاجه. اول حاجه ممكن مش لازم بيجي في دماغك اول ما اقولك ادمان يبقى مخدرات وكده، احنا بقينا مدمنين على حاجات كتير. اول حاجه اللذه السريعه، السوشيال ميديا دي مدمره حياتنا. الحاجات الوحشه اللي ملناش دعوه بيها دي برضه، وحاجات المخدره. انا ماليش دعوه بكل ده، هكلمك على الادمان اللي هو مدمر حياتنا كله، هو السوشيال ميديا. ليه اسباب تاني برضه، بس اكتر سبب مدمرنا حتى مش عارفين نقعد نركز، مش عارفين نقعد نذاكر، مش عارفين لو الواحد نزل يشتغل او اي حاجه مش عارف اركز في الشغل. انا جربت مره انزل اشتغل حرفيا مش عارف اركز في اي حاجه، مشتت والتركيز بتاعي على طول مشغول. لأنا بسبب ادمان السوشيال ميديا. ادمان السوشيال ميديا دي من اكتر الحاجات اللي الناس مش بتتكلم عليها. ليه؟ انا اقول لك ليه. عشان كل الناس مع السوشيال ميديا دلوقتي. انت باباك مدمن على السوشيال ميديا، انا بابايا مدمن على السوشيال ميديا، جدي مدمن على السوشيال ميديا. فبقت بالنسبه لهم حاجه، الادمان حاجه عاديه. لما تيجي تقول واحد انا مدمن سوشيال ميديا، يعني ايه ادمان سوشيال ميديا؟ انا برضه مدمن سوشيال ميديا، فاهم؟ ياخدها هزار، بس هي كحاجه فعلا احنا مدمرانا. احنا من ساعه ما اتولدنا عندنا كمبيوتر في البيت، عندنا بقى ساعتها التابلت بقى وبعد كده التليفونات وكله نت، احنا عصر النت. فاحنا بالنسبه لنا دي مدمرانا. فلازم الواحد يبقى واعي، هل فعلا الحاجه دي بتعود عليك بالنفع ولا بالايجابيه؟ لما تيجي تسال نفسك السؤال ده هتقدر تحدد هل هو فعلا بيعود عليك بالسلبيه ولا بالايجابيه. عادتك على السوشيال ميديا نسبه كبيره جدا، نسبه 99%، لازم نكون واقعيين لحاجه زي كده. لو انت مش صانع محتوى يبقى انت نسبه السوشيال ميديا بتاعتك 99% هي مدمراك. لازم نقول حاجه زي كده. ليه بقى؟ انا جربت يوم اقعد بدون سوشيال ميديا، حرفيا الراحه اللي في دماغي خلتني اعرف اركز، خلتني اعرف انا اصور الفيديو اللي انا قاعد بصوره دلوقتي. انا مش هقولك انا مش مدمن، انا مدمن برضه على السوشيال ميديا، بس عندي الهدف اني لازم ابطلها. في ناس بتغفل عن حاجه زي كده، اللي هي انا فيها ايه يعني السوشيال ميديا مش فارقه، يعني مش ملهاش تاثير، مش مخدرات هي، بس هي مخدرات العصر الجديد. فلازم تبقى واعي وقتك بيروح فين وذهنك بيروح فين، عشان السوشيال ميديا مدمرانا. لما تجيب الوعي ده لنفسك هتبقى قادر تغير حياتك. انا هدفي اني ابطل سوشيال ميديا، ابطلها خالص. هتقول لي انت بتنزل فيديوهات على السوشيال ميديا وكده، اقول لك مش فارقه، فاهم؟ اللي انا ممكن انزل طرق كتير اقدر انزل منها، بس كادمان سوشيال ميديا بجد الواحد لازم يبقى هدف قدامه انه لازم يمسحها. لازم دي تبقى غايه ان الواحد لازم يمسحها، ما تبقاش هي اللي مسيطره على حياتك، بتشكل نمط حياتك ازاي. هي كمان ليها اضرار كتير جدا. اول حاجه نفسيه. الاضرار النفسيه بتاعتها، تخيل انت اول ما تفتح السوشيال ميديا كده، اول ما تقوم تلاقي واحد عامل فورمه، واحد معاه فلوس، واحد تاني غني جدا، واحد تاني بيتشقلب، واحد تاني بص، واحد تاني عدى جري ماراثون. فانت بالنسبه لك طب ايه كل ده؟ كل ده الناس عملتها، طب انا ليه مش هعمل حاجه زي كده؟ فانت تخش دماغك داخله مقارنات 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 مقارنات، تبقى هيدك على دماغك. ده اصلا الواحد زمان على ايام بقى ابهاتنا بقى واجدادنا وكده ما كانتش في كميه المقارنات دي. اللي هي مقارنات مثلا انت وابن خالتك مثلا، او انت وقرايبك كده واصحابك وبس. تخيل دلوقتي مقارنات مع العالم كله، مش مع ابن خالتك بس او ابن عمتك او ايا يكن، مش حد من قرايبك. تخيل انت بتقارن نفسك بكل العالم. انت كل ما تيجي تخش يا بخته ده عنده الفورمه اللي انا عايزها، يا بخته ده اللي معاه فلوس اللي مش عارف ايه. فهدك هدك هدك هدك، دي نفسيه مدمرانا. فهتلاقي نسبه كبيره جدا عنده اكتئاب، بحيث ان هو دخل مقارنات، تحس ان هو في السن بتاعه هو لسه ما انجزش حاجه.
فهو عايز ينجز ومش عارف يعمل ايه، هو ده الهيدك. وجسديا هي بتستنزف الطاقة بتاعت مخنا، بتقلل التركيز بتاعنا والتشتت. فلما تيجي تتكلم مع واحد او اي حاجة بتلاقي عنده التأتهات، بيتكلم كتير، بيقعد يفكر كتير جدا عقبال ما يطلع الحاجة. ده طبيعي ان الواحد يفكر في الحاجة قبل ما يقولها، بس مش طبيعي ان الواحد يقعد يفكر ويقول كده. ده احنا مش عارفين احنا بنقول ايه. بتلاقينا احنا مش عارفين نقعد على كتاب نقعد نذاكر ساعة على بعض. بتلاقي لازم الواحد سكرولاية كده، هو فاهم بقى الواحد بقى مدمن بشكل فظيع. فلازم تبقى هدف من اهدافك السنة دي انك لازم تقللها. انا بقولك مش قللتها خالص، بس بسعى اني بقللها. مساحة من على تليفوني ده، عندي تليفون تاني بس مش بحمل عليه حاجات غير السوشيال ميديا بس، وبقعد انزل عليها بقعد امسح. في طرق كتير جدا انك تمنعها، بس بجد لازم يبقى هدف من اهدافك انك تبطل السوشيال ميديا.